يا مساء الورد والفل والياسمين. أيام قليلة خلاص ونستقبل الشهر الكريم، وطبعا ما ينفعش نستقبل رمضان من غير فانوس رمضان ونغني وحوي يا وحوي اليوحى. أصل فانوس رمضان ليه قصص وحكايات كتيرة، وده أنا قلت قبل كده في الفيديو ده. فانوس رمضان اللي ظهر لأول مرة في العصر الفاطمي، بس انا النهارده جايه اقول لكم على حاجه جديده متعلقه بفانوس رمضان، وان مش اول ظهور لفانوس رمضان بالشكل المميز المصري ده كان في العصر الفاطمي. لا، شكل فانوس رمضان كان موجود عندنا من ايام المصري القديم في عيد بيسمى عيد المصابيح، وده كان بيتم فيه إسراج المصابيح بالشكل اللي احنا متعودين عليه للفانوس الحالي، وبيتم إضاءة المصابيح دي طول الليل في معبد أوزوريس في صال الحجر. وده كان العيد بيبقى في شهر كهيك أو كهاك، الفترة ما بين 10 ديسمبر ل 8 يناير. وده شكل المصابيح اللي تم اكتشافها في الدراسات الحديثة، وقد إيه هي قريبة من شكل فانوس رمضان. مرتبط مع الفانوس أغنية وحوي يا وحوي اليوحى، واحنا قلنا قبل كده إن وحوي يا وحوي اليوحى هي أغنية من التراث المصري القديم. أهلا أهلا إيوحى أو إياح حتب، زوجة سكن رع، أم كامس وأحمس اللي طرد الهكسوس لما كانوا بيستقبلوها احتفالا بانتصار أحمس لطرد الهكسوس. فالفانوس مصري والأغنية مصري أصيل. كل سنة وأنتم طيبين.